شايف ان هو مش حاجه وحشه انك تلعب باربع مدافعين، عشان في مدافعين كتير جابوا نقط، وده اللي هوريه لكم في فرقتي في الجيم ويك اللي فات. انا كنت بادئ في الجون بديفيد رايا 6 نقط، الدفاع كان بيتكون من سبنس 5 نقط، شالوبا بتاع تشيلسي 3 نقط، ليفرامنتو 6 نقط، جابرييل 9 نقط. فانت بتتكلم في دفاع كلهم جايبين كلين شيت ما عدا تشالوبا. وبصراحه الثنائيه بتاعت جابرييل ورايا من اول الموسم مش بتخذلني، ما خذلتنيش غير مره واحده في ماتش ليفربول وكان جون فاول من بعيد. انما غير كده ارسنال على فكره في الموسم كله بالخمس ماتشات يعني اللي من ضمنهم ماتش الشامبيونز ليج اللي لعبوهم ما دخلش فيهم غير الجون بتاع الفاول بتاع سوبوزلاي ده. فانا شايف ان هو دفاع ارسنال لحد دلوقتي تقيل جدا جدا جدا. خط النص كنت داخل باربع لعيبه برده. محمد صلاح الكابتن بتاعي 18 نقطه الحمد لله على البينالتي اللي جت في الاخر قدام بيرنلي. جاك جريليش اول ما جبته وقف كل حاجه طبعا، عشان انتوا عارفين النحس الموعود بتاع الفانتسي ده، جاب نقطتين. رايندرز 3 نقط، وكان في كوره لرايندرز بصراحه قدام مانشستر يونايتد يعني انفراده وعلى الجون كانت هتفرق معايا جدا لو حطها، مش عارف هتفتكروها ولا لا، اللي هو عملها تشيب كده من فوق الجون وطلعت بره. للاسف الكوره دي وجعتني قوي، يعني دي كانت اكتر حاجه ضايقتني الجيم ويك اللي فات هي الفرصه دي. قدوس 3 نقط، وقدوس الصراحه بقى له 3 ماتشات ما بيعملش حاجه، فقدوس اخره معايا الماتش اللي جاي اللي هو هيبقى قدام برايتون. لو توتنهام لعبوا برايتون وقدوس ما عملش اي حاجه صراحه انا هشيله من الفرقه. وقدام كان عندي يوكرش 6 نقط علشان الجون اللي جابه قدام نوتنغهام ما خدش اي بونص، وجواو بيدرو 7 نقط. جواو بيدرو بيثبت ان هو من اللعيبه التوب لحد دلوقتي في الفانتسي في الموسم ده، ولعيب كونسيستنت وكل ماتش تقريبا بيجيب نقط كويسه. الدكه بتاعتي كان عليها اليسون 6 نقط كلين شيت، كريس وود نقطه واحده، جودمونسون 0، تافينير بتاع بورموث نقطتين. وبصراحه انا موضوع ان انا عندي اليسون وديفيد رايا ده مش عاجبني قوي، وغالبا هغيره قريب يعني.